اهلا بحضراتكم. تعالوا نعرف ليه الطفل ما بيبقالوش نفس خالص للاكل او بيحصل له فقدان شهية بعد عمر السنة. قبل السنة بيبقى الطفل بيرضع معاكي وبياكل كويس الاكل اللي بتديهوله، يجي عند السنة تلاقي نفسه اتسدد خالص او ملوش نفس للاكل وحصل له فقدان شهية. يا ترى ليه؟ اهم اسباب فقدان الشهية عند الاطفال بعد السنة، اول حاجة الطفل بعد السنة بيتعرض للانيميا. نسبة كبيرة جدا من الأطفال بيحصل لها أنيميا بعد عمر السنة، لأن أنت طبعا بدأتي تفطمي شوية بشوية وما دخلتيش أكل صح، وما دخلتيش أكلات فيها حديد بالمستوى اللي الطفل محتاجه، فالطفل بيدخل غالبا في أنيميا بعد عمر السنة. دي بتعمل فقدان رهيب في الشهية وضروري ان هي تتعالج مع الطبيب المختص. تاني سبب ان الطفل احتياجاته اصلا بعد السنة بتقل خالص عن الشهور الاولى من عمره. كمان لو تلاحظي الموضوع ده بيبان في الوزن بتاع الطفل. الشهور الاولى الطفل بيزيد زيادة كبيرة جدا، خاصة اول 4 شهور. نيجي بعد السنة نلاقي الطفل بيزيد في السنة كلها حوالي 2 كيلو، فالطفل احتياجاته بتقل بعد عمر السنة، فما تقلقيش من النقطة دي. ثالث سبب واهم سبب يعتبر ان الطفل بدأ خلاص يتعلم يروح السوبر ماركت ويشتري لوحده، وطبعا بيشتري على مزاجه اطعمة تكون فيها سكريات كتير زي بونبوني، مصاصة، نايتي، شوكليت، الحاجات اللي هي فيها سكريات كتير وبتعمل له فقدان رهيب في الشهية. وانت يعني تقعدي تدوري على السبب اللي الطفل مش راضي ياكل بسببه، ما تلاقيش، وبيطلع السبب تافه جدا. السبب الرابع ان الطفل في العمر ده برضو اكله بقى زيادة شوية عن الرضاعة، فبدأ ياكل حاجات ممكن ما تكونش نظيفة قوي او تكون اكل ملوث او اكل من الشارع، فبدأ يدخله طفيليات او ديدان في الامعاء بتاعته. دي بتعمل له برضو فقدان رهيب في الشهية، وبتحتاج طبعا ان هو ياخد العلاج المناسب والفترات محددة بيحددها لك الطبيب المعالج. السبب الخامس ان الطفل في العمر ده برضو بيبقى المناعة بتاعته قلت شوية عن ان هو كان بيرضع من مامته ومناعته قوية ومحمي بسبب الرضاعة الطبيعية اللي بياخدها. احنا في العمر ده الطفل خلاص بدأ يعتمد على الاكل اكتر من الرضاعة، فبتبدأ مناعته تقل شوية بشوية، فبيبقى عرضة بقى كل شوية للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، عدوى الجهاز الهضمي، فبيبقى الطفل معظم الوقت بيبقى تعبان فيه وعنده عدوى. فالفترات اللي طول ما الطفل تعبان فيها دي بيبقى عنده برضو فقدان رهيب في الشهية بتاعته.